ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بكم في طوكيو انمي. رجعنا لكم النهارده بانمي خطير كالعاده. من غير ما اطول عليكم اوعوا تنسوا تعملوا اللايك والسبسكرايب. بيبدا الانمي بوحوش العفاريت اللي بيكونوا دمروا القريه وحرقوها، وبنشوف السكان والاطفال وهم بيحاولوا يهربوا. بيقول واحد من العفاريت القريه دي ما فيهاش راجل واحد يجي يتحدانا ولا ايه؟ بيرد عليه تاني وبيقول له ان القريه باب بتاعتهم هم الثلاثه خلاص، وان هم لازم يحتفلوا. وهم عمالين يضحكوا ويشربوا بيظهر قدامهم ولد صغير بيستغربوا، وبيقول له واحد منهم انت طلعت منين يا ده انت؟ بيسحب الواد سيفه وبيقول لهم انا الساهي المغامر. بيضحكوا بيقولوا له انت فاكر انك هتقدر تواجه الاخوه الثلاثه لوحدك؟ بيهددهم الساهي وبيقول لهم ان هم لو فكروا يهاجموها يندموا اشد الندم ومش هيقدروا يرجعوا تاني في قرارهم. وبيقول لهم اهم حاجه لو متوا بقيتوا اشباح ما تلحقونيش. بيقولوا العفريت ان غرورهم قوي قلبه وانه هو اللي هيزعل في الاخر. ومره واحده بيهجم عليه بكل قوته وبيتفاجئ اساهي وبيفضل واقف في مكانه ومش عارف يتصرف ازاي. لكن فجأة بيحصل انفجار وبيطلع قرن ضخم من تحت الارض وبيخترق العفريت، وبعدها بيختفي وبتظهر بنت غريبة وبتستخدم تعويذة انفجار وبتقضي على الثلاثة. وطبعا انت مش فاهم اي حاجة ولا انا كمان. بنرجع بالزمن وبنشوف الولد الساهي ده في عالمه الاصلي وبينقذ ولد صغير من حادثة عربية، لكن بيتخبط هو وبيطب ساكت في ساعتها. بعدها بيلاقي نفسه في مكان غريب وبيقول ان هو ما كانش متخيل ان دي تبقى نهايته. بيكون متضايق جدا على العاب الفيديو اللي ملحقش يخلصها للاخر، وبيقول يا ترى ايه هيكون رد فعل الناس لما يعرفوا اني مت. فجاه بيلاقي ضوء غريب ظهر قدامه وبيحس انه بيتسحب غصب عنه. بيوقع على الارض وبيلاقي حواليه مباني غريبه ومختلفه عن عالمه، وبيشوف تنانين وكائنات غريبه. بيدخل القريه وبيكون منبهر بالمكان وبيحس انه هو في لعبه من الالعاب اللي كان بيلعبها وانه رجع للعصور الوسطى. بيتحمس جدا انه يعيش حياته الجديده في العالم ده وبياخد صوره علشان يوثق اللحظه وبيرفعها على النت، لكن بيلاقي ان مفيش اي شبكه وبيكونوا لسه ما وصلوش للتليفونات في العالم ده اصلا، وعايشين في ايام جدي وجدك. لكن ما بييأس وبيقول ان هو لاعب محترف ومخلص معظم الالعاب الشعبيه، يعني ما فيش حاجه هتقف قدامه، ومهما كان الموضوع هنا صعب هو قد وقدود. بيدخل المتجر وبيكون عايز يبيع تليفونه، وبيستغرب الراجل وبيقول انه اول مره يشوف اداه زي دي وانه هيشتريها منه مقابل 500 جنيه بقى ريال زي ما انت عايز تسميه سميه، المهم عمله العالم ده. بيقول له اساهي اكيد بقى الدروع والاسلحه اللي هنا دي للبيع مش كده؟ وبيقول لنفسه انه كان في الالعاب اللي بيلعبها بيبيع الحاجات اللي مش محتاجها مقابل الفلوس، وبعدها يشتري معدات تانية محتاجها. بيشتري لبس جديد وسيف عادي علشان يقدر يتاقلم مع العالم الجديد ويكون زي باقي السكان، وبيكون مبسوط جدا بالسيف الجديد وبيحس ان هو مقاتل حقيقي. بيقرر ان الخطوه التانية هي انه يروح نقابه المغامرين ويسجل نفسه كمغامر، وبيكون متوتر جدا وبيقول للبنت الموظفه انه لسه جديد هنا ومش فاهم اي حاجه. بتقول له ما يقلقش وانها هتعلمه كل اللي محتاج يعرفه، واول حاجه بتديله استماره تسجيل المغامر وبتقول له يكتب اسمه فيها، وبتقول له انه كده بقى مغامر وفاضل ان هو يختار مهمته الاولى اللي مش هينساها ابدا. وبتنصحه بمهمه بسيطه زي مهمه صيد الارانب، وبتقول له انها مهمه من الرتبه اي، يعني مستوى الخطر فيها قليل. بيتحمس اساهي وبيقول ان حياته الجديده تبدا من دلوقتي، وبيخرج للغابه واول حاجه بيقابلها هي تنين ازرق ضخم وبيقلق جدا، وبيقول ده احنا لسه بنقول بسم الله ايه اللي جابه هنا ده. بيهجم عليه التنين بقوه النار وبيحاول اساهي ان هو ينفد بجلده، وبيقول ايه اللعبه المتخلفه دي. بيفتح قائمه احصائياته وبيشوف المهارات اللي ممكن يستخدمها، وبيلاقي مستوياته ضعيفه جدا ما تسمحلوش انه يواجه ارنب حتى. انتم متخيلين يا جدعان؟ بيهجم عليه التنين وبيحدفه بايده، وبيقوم اساهي تاني وبياخد حجر وبيحدفه بكل قوته على التنين، لكن حتى قوته في الرمايه بتبقى محدومه. بيقول اساهي ان امره انتهى خلاص ومفيش مفر، وفجاه بيفتكر اخته مايا وبيتمنى لو كانت معاه وتنقذه زي ما بتعمل دايما، وبينادي عليها بقى لصوت، وفجاه بتظهر دايره سحريه كبيره وبيلاقي اخت قدام بتفضل واقفه قدام التنين وما بتبقاش فاهمه اي حاجه، وبيهجم عليها التنين وفجاه بتلاقي نفسها طارت في الجو وبتحس بقوه سحريه وذكاء خارقين. بتهجم على التنين وبضربه واحده بتقدر انها تهزمه وبتطوحه بعيد. بيفضل اساهي واقف مصدوم ومش مستوعب هي ازاي قدرت تعمل كده، وبيقول لها انت ازاي جيتي هنا اصلا، وبيقول لنفسه انها ممكن تكون مجرد وهم وانه مش فاهم ايه اللي بيحصل في العالم الغريب ده. بتجري مايا عليه مره واحده وبتقول له انها كانت مفتقداه جدا، وبعدها بيشرح لها اساهي كل حاجه وان هم في عالم تاني، وبتقول ان هو دخل في غيبوبه ولحد دلوقتي ما فاش منها، ومن ساعتها وهو عمال يخرف بالكلام ويقول حاجات غريبه عن العالم الجديد والالعاب، وعلشان كده خمنت ان هو ممكن يكون انتهى لعالم تاني، ففضلت تخبط دماغها في الحيط علشان تدخل في غيبوبه هي كمان وتروح له. بيتفاجئ اساهي وبيقول لها يعني انا لسه عايش في العالم التاني؟ بتقول له ايوه بس لسه ما استعاش وعيه. بيطمن اساهي وبيقول ان كده في امل ان هم يرجعوا عالمهم تاني، وبيسالها جابت القوه دي كلها منين وهزم تنين ضخم زي ده ازاي؟ بترد عليه وبتقول له اكيد علشان انا الاخت الكبيره. بيقوم
بيقول لها ان من الاحسن ان هم يرجعوا على بترد عليه وبتقول له كلام جميل وكل حاجه، بس هنرجع ازاي؟ بيتصدم اساه وبيقول لها يعني انت جيتي ورايا لحد هنا وانت مش عارفه ازاي هنرجع؟ بتقول له انها كانت عايزه تنقذه وما فكرتش في اي حاجه تانية، وبتقول له ان هم هيضطروا يبداوا حياه جديده في العالم ده، وبتفضل تضحك بطريقه غريبه. بيتاقلموا على العالم الجديد، وبالذات مايا وقوتها بتزيد اكتر واكتر، وبتقضي على كل وحوش العفاريت اللي قتلوا معظم اهل القريه، وبتبقى بنت فعلا جامده جدا. بيظهروا الاهالي المتبقيين وبيقولوا ان اساهي هو البطل اللي انقذهم من الوحوش، وبيفضلوا يحيوه وبيقولوا عليه بطلهم العظيم. بيحتفلوا بيه في النقابه كمان، وبترقى من فئه الارنب اللي هي اخر فئه لفئه الغول، وبتقولوا ان ما حدش انتقل النقله دي قبل كده، وما بيبقوش عارفين ان دي قوه اخته اصلا، وهو ما بيعملش اي حاجه. بتديله البنت الموظفه الشاره بتاعته، وبتقولوا ان الشاره دي زي وثيقه هويه كده وما ينفعش ان هو يبيعها او يديها لحد. بيرد عليها وبيقول لها ان هو عمره ما كان هيعمل كده اصلا، وبتقول ان هو كمان ما ينفعش يزور تصنيفه ويقول ان هو في تصنيف اعلى، وانه لو اتقفش بيعمل كده مش هيسموا عليه، لكنها متاكده ان هو مستحيل يعمل حاجه زي كده. بيضحك اساه وبيقول لها ايوه طبعا، وبعدها بيجري على اخته وبيطلب منها انها تخفي قوتها وتخلي الموضوع يبان كأن هو الاقوى. بترد عليه وبتقول انها مش فاهمه منه حاجه لكنها موافقه. بتظهر له احصائياتها، لكن الغريب ان ما فيش اي حاجه بتظهر، وكمان الشاشه بيبقى شكلها غريب. بيتفاجئ اساه وبيقول معقوله تكون مقفله كل المستويات. بيوقع على الارض وبيقول ليه اختي يبقى عندها قوه خارقه وانا لا، وبيقول لها ما تظهرش شاشه احصائياتها لاي حد مهما كان، ولازم الكلام ده يفضل سر ما بينهم. بعدها بيسمعوا اصوات كتيره وبيخرجوا وبيلاقوا فرقه من المغامرين والناس ملمومين حواليهم وبيهتفوا باسمهم. بيستغرب اساهي وبيقول مشهورين دول ولا ايه؟ بيرد عليه الراجل العجوز وبيقول ان هم العشيره الاقوى في المملكه، وهم اللي هيهزموا ملك الشياطين، ودي مسيره توديع ليهم. بيتفاجئ اساهي وبيقول ان عاده في الالعاب اللي بيهزم ملك الشياطين بيقدر يرجع لعالمه الاصلي. بتقول مايا يبقى اتحل خلاص، هروح اهزم الواد ده وارجع تاني. بيرد عليها اساهي وبيقول لها ان الموضوع مش بسيط كده زي ما هي فاكره، وبيقول لهم الراجل العجوز ان مهما كان تصنيفهم عالي فلازم يبقى عندهم خبره كبيره في القتال، وان قائد العشيره فريد من فئه التنين. بيتفاجئ اساهي وبيقول ان هو اعلى منه بفئتين، وانه بيتمنى ان هو يبقى زيه في يوم من الايام. بيسمعوا صوت شخص غريب بيزعق وبيقول يعني ايه من فئه التنين، اكيد وصل لها بالغش، وانه بيكره الواد فريد ده وعمره ما ارتاح، وبيفضل يكسر في الكراسي اللي حواليه وبيتهجم كمان على صاحب الكشك وبيكسر له المكان. وبيقولوا السكان ان هو من فئه الغول ومحدش منهم يقدر يوقفه. فجاه بيبصوا كلهم لاساه وبيقولوا ان هو من فئه الغول هو كمان، وهو الوحيد اللي يقدر يهزم الراجل الشرير ده. بتروح له بنت صاحب الكشك وبتتحايل عليه انه ينقذهم، وبتقول له ارجوك انقذنا. بيتصدم اساهي وبيقول ان هم لو عرفوا اللي فيها هيروح في سن داهيه. بيوقف قدامه الراجل الشرير وبيقول له انا عيل تافه ازاي قادر يواجهني انا؟ بتتعصب مايا وبتقول له ان هو ازاي يجرؤ ويقول على اخوها انه عيل تافه. بيسكتها اساهي وبيقول لها ان هم مش قد البغل ده. بترد عليه وبتقول له ما يقلقش وانها متاكده انها تقدر تقضي عليه في لحظه. وبيقول له الراجل هتواجهني ولا لا في ليلتك السودا دي يا عم انت؟ بيقول ليها حاجه في ودنها وبيتحايل عليها انها توافق وتعمل اللي قال لها عليه. وبعدها بيقول الراجل للعيل التافه اللي بتقول عليه ده هيوريك هيعمل فيك ايه دلوقتي. وبيقولوا ان هو هيرجعه لامه ويخليها تتحسر عليه. بيتعصب الراجل وبيهجم عليه بالفاس الضخم، لكن بيسبقه اساه وبيهجم عليه بقوه مايا الهائله وبيعمل شق كبير في الارض. بيتصدم الراجل وبيخاف منه جدا وبياخد بعضه وبيطلع يجري وبيقول يا فكيه. بيتلموا حوالين الناس وبيشكروه وكالعاده بيفضلوا يهتفوا باسمه. بيكون اساه مش مصدق ان خطته نجحت فعلا، وبتبدا حياته مع اخته في العالم الجديد. لكن تفتكروا ايه اللي مستنيهم في العالم؟ بيخرجوا في مهمه لصيد السلايم، وبيقدر ساهي ان هو يقتل سلايم واحد بس بالسيف بتاعه، وفي نفس الوقت اخته مايا بتقدر انها تقضي على اكتر من 10,000 واحد بقوتها السحريه. بنشوف عشيره فريد وبيكونوا كلهم اتهزموا على ايد بنت غريبه، وبيتبقى منهم القائد فريد وبيقول ان هم حتى بعد ما هزموا التنين مفيش حاجه اتحلت. وبيقول لها انت مين بالظبط وعايزه ايه؟ بترد عليه وبتقول له انها شخص اقوى بكتير من التنين. بيغضب القائد جدا وبيهجم عليها بكل قوته، لكنها بتصده وبيقضي عليه تعويذه واحده. بتقوم وبتقول ايه الملل ده؟ كلكم متوا بضربه واحده بس يا شويه ضعفه. وبتتمنى انها تلاقي شخص قوي فعلا يقدر يواجهها. لكن تفتكروا مين البنت دي؟ بنرجع لاساه وبيقول ان ما ينفعش يفضل معتمد على اخته للابد، وبيقرر ان هو يتولى مهمه يقدر ينفذها لوحده. وبيسيب لمايا رساله ان هو هيخرج في نزهه وهيرجع تاني على طول. بيروح اساه النقابه وبيطلب من تاني انها تنقي له مهمه بسيطه كده ومناسبه ليه. بتدي له مهمتين وبتقول له يختار بينهم واحده، وبتكون واحده هي الصيد وحش الطرول العملاق او الحصول على بيضه ويفرين الضخمه. بيتصدم اساه وبيقول ان الاثنين مستواهم صعب جدا وهو مستحيل ينجزهم لوحده، وبيفكر في طريقه تخليها تديله مهمه بسيطه يقدر ينجزها بسرعه ويروح بيته، لانه لو اتاخر اكيد مايا هتطب عليه. وبيقول لها ان هو عايز حاجه اسهل وتكون قريبه من البلد. بترد عليه وبتقول ان هم من رتب منخفضه زي الارانب والعفريت. بيخترع اي حجه وبيقول لها ان هو مش عايز ينسى الشعور اللي حسه لما بدا اول مره. قال يعني بيحن للماضي، وكمان لو وقع في اي خطر هيقدر ان هو يرجع البلد بسرعه. بتدخل الخدعه عليها وبتقول ان هو شخص مذهل وبتديه
مهمة جمع الفطر اللي بيطلع في غابة كوليديو، وبتكون المهمة دي للمبتدئين اصلا مش لمرتب. بيوافق على طول وبياخد المهمة وبيقول ان تجميع الفطر مهمة سهلة واكيد يقدر ينجزها من غير مايا، وانه ينهيها ويكسب نقاط خبرة وفلوس علشان يدفع ايجار البيت. بيروح الغابة وبيلاقي الفطر في كل ناحية، لكنه بيستغرب ان مفيش اي مغامرين في المكان. وفجأة بيلاقي يافطة تحذير وعليها صورة دب مرعب. بيتصدم اساه وبيقول اكيد حطوها هنا بالغلط، لكن فجأة بيلاقي وراه الدب الضخم وبيجري على طول وبيفضل يعيط زي العيال الصغيرة، وبيقول لنفسه ان مايا مش هنا علشان تنقذه ولازم يتصرف وينقذ نفسه. وبيقف مرة واحدة وبيحدف الفطر على الدب لكنه بياكله وبيرجع يجري وراه تاني. فجأة بيحصل انفجار كبير وبيتحدف اساهي في الجو، وبيقول ان اكيد السبب في الانفجار هي مايا، لكنه بيلاقي قدامه بنت غريبة وعندها قرود بيشكرها انها انقذته، لكن فجأة بيلاقوا نفسهم محاصرين بالدببة. بيتصدم اساهي وبيحس ان هو اتجنن، وبتمسكوا البنت قبل ما الدببة بيهاجموهم وترمي بعيد. بتواجههم لوحدها وبتقدر انها تخلص عليهم كلهم قبل ما اساهي يقع على الارض اصلا، وبيكون مبهور بقوتها. وفجأة بيطلع دب عملاق من تحت الارض، والغريب ان هو بيبقى لابس درع وبيقدر يتكلم كمان. بتضحك البنت الغريبة وبتقول انها كانت عارفة انها لو فضلت تقاتل الدببة اللي في الغابة هيظهر الزعيم بتاعهم، وبيقول ان هو عارف انها من الشياطين وبتحب القتال وبتطارد الشياطين اللي زيها علشان تختبر قوتها. بيكون اساهي واقف مصدوم وبيقول انا كنت جاي علشان اجمع شوية فطر، ايه اللي دخلني في الحوارات دي كلها يا رب. بيصور الدببة وبيضرب رجله في الارض وبيهز الغابة كلها. بيترعب اساهي وبيفضل يصيح وبيقول ان هو خلاص هيموت. بيهجم عليهم الدببة قوة النار الهائلة، لكن بتقدر البنت تصده بسهولة بحاجز سحري قوي. بيشكرها اساهي انها انقذته للمرة التانية، وبتقول للدب دلوقتي باجي دوري انا. بتطير في الجو وبتصنع تعويذة قوية جدا واسمها تعويذة اللهب القرمزي، واللي الدب نفسه بيكون مصدوم من قوتها. بتهجم عليه وبيحصل انفجار هائل وبيختفي الدب من الوجود تماما وما بيتبقاش منه اي اثر ولا حتى رعب. بتقول ان حتى ملك دببة خيب املها وانهزم بضربة واحدة بس. بيقول اساهي انها قوية بشكل ما يتصدقش ويمكن كمان تكون اقوى من مايا نفسها، وبيقوم بيقول لها انت مين بالظبط؟ معقولة تكوني من الشياطين فعلا؟ بتضحك وبتقول انها من كبار المسؤولين في جيش ملك الشياطين وواحدة من الجنرالات الستة واسمها كيليميرا. بيتصدم اساهي وبيقول ازاي واحدة زيها تظهر في المستوى ده من اللعبة، وبتقول له ما يقلقش وانها ما بتهتمش بالضعفاء اللي زيه فمش هتعمل له حاجة. بيقول اساهي انها فعلا انقذته مرتين ومش معنى انها من الشياطين انها تبقى عدوة للبشر، وبتقول انها عايزة تسأله عن حاجة كده. بيرد عليها وبيقول لها انها لو حاجة يعرفها فاكيد هيجاوبها. بتقول له تعرف مغامر اسمه اساهي؟ بيتصدم الواد وبيحس ان هو فقد القدرة على النطق اصلا، وبتقول له انها سمعت ان هو ظهر جديد في البلد وعمل حاجات كتيرة زي انه هزم العفاريت الثلاثة وهزم تنين الوولفرين بضربة واحدة. وبتضحك وبتقول ان موضوع الضربة الواحدة ده مذهل جدا وانه ممكن يطلع البطل المستقبلي وانها عايزة تقتله لحد ما يموت. بيحاول اساهي ان هو ينسحب وبيهرب منها من غير ما تاخد بالها، لكن بتقع منه السترة المكتوب عليها اسمه وبتاخدها وبتقرا اسمه بصوت عالي وبتقول له يعني طلعت انت الواد المشهور، لازم بقى غير رايي انك عيل ضعيف. بيموت اساهي من الرعب وبيقول انه هو زي ما قالت عليه بالظبط وانه ضعيف جدا والله. بيجري منها باقصى السرعه وبيقول انها اخطر من اي وحش شافه في حياته. بتطير كاليميرا وراه وبتقول له انت بتهرب ليه يا انت؟ وبتقول له يقف ويقاتلها ويوريها قوته اللي الناس بتتكلم عنها، وبيقول انها اكيد هتنهيه بضربه واحده زي ما عملت مع الدب الغلبان المسكين ده. بيحصل انفجار وبتتفاجئ كاليميرا من قوه الانفجار، وبيلاقي اساهي اخته مايا وبيطمن اول ما بيشوفها. بتتضايق كاليميرا وبتقول لها انها دخلت في قتل وانها ما تعرفش هي مين لكنها مش هترحمها وهتدفعها ثمن اللي عملته. بترد عليها مايا وبتقول لها ان هي كمان مش هترحمها، وبيهجموا الاثنين على بعض في نفس الوقت والغابه كلها بتتهز من قوتهم وبيطيروا اساهي الغلبان بعيد. بتتفاجئ كاليميرا انها ما قدرتش تهزمها بضربه واحده، وبتقول انها دلوقتي فهمت ان الواد العبيط ده اتشهر بقوتها هي. بتحصل معركه شرسه بينهم وبتقدر مايا انها توقعها وما بتبقاش مصدقه ان في انسانه زيها ممكن تهزمها. بتستخدم تعويذه اللهب المرعبه وبيتفاجئ اساهي وبيقول ان حتى اخته مش هتقدر تنجو من ضربه زي دي، لكن المفاجاه انها بتقدر تصدها بتعويذه الاثار وبتهزمها فعلا. بتستعد مايا انها تقتلها لكن بيقف اساهي قدامها وبيقول لها انها انقذته مرتين من الدببه وانها من الشياطين لكنها مش الشخص السيء. تتضايق كاليميرا وبتقول له يعني على اخر الزمن عيل زيك هيشفق عليا انا؟ وبيقول لها ان هو يعتبرها هي كمان اخته الكبيره ومش هيأذيها، وبياخد مايا وبيمشوا وبيسيبوها في الغابه لوحدها. بتعدي الايام وبتتحسن قدرات اساهي وبيبقى قادر يصوب على العفاريت بالحجر لكن ما بتأثرش فيهم ويا دوب بتقلل نقاط قوتهم درجتين بس. وبيقتنع اساهي ان هو بعيد كل البعد عن انه يبقى من الشخصيات القويه المغامره في العالم ده، لكنه عنده ميزه خاصه مش موجوده عند اي حد وهي اخته كبيره لها اقوى في العالم. بتظهر مايا في اخر لحظه كالعاده وبتنقذه من وحوش العفري وبتخلص عليهم بتعويذه واحده. بيوصل اساهي للمستوى العاشر اخيرا وبيكون فخور بنفسه جدا لان ده المستوى اللي بيوصلوا
له بعد ما بينتهوا من فتره التدريب. بتقول له مايا ان ده معناه ان نقاط الاف الوحوش اللي هزمتهم ما انتقلوش ليه. بيرد عليها وبيقول لها ان شكله كده بياخد نقاط مقابل الضرر اللي بيتسبب فيه بس، وبيقول لنفسه ان هو لازم يشتغل على نفسه اكتر علشان يقدر يهجم على الوحوش بنفسه. بترد عليه وبتقول له انها عندها طريقه سهله تخليه يرفع مستواه بسرعه، وهي انها تمسك له الوحوش وكل اللي عليه ان هو يهاجمهم وبس. بيتعصب اساه وبيقول لها ان ده يعتبر تنمر، وانهم ما ينفعش يتكاتروا على وحش ما يقدرش يدافع عن نفسه، وانه مش عايز يبقى اقوى بالغش. وبيقول ان هو يستنى ويفكر في تدريب تاني لحد ما يلاقي طريقه يرفع بيها مستواه. بيروح للنقابه لوحده وبيقول ان هو لو فضل معتمد على مايا طول الوقت مش هيبقى قوي ابدا، وبيفكر ان هو يشكل حزب مع شخص تاني. بيقرر ان هو ينضم الحزب في الالعاب، وبيقول ان الانضمام لحزب في الالعاب ده شيء ممتع جدا، وبيتعلم ازاي يتعاون مع الناس ويوحد قوته معهم، وبيعمل ذكريات كتيره وممكن كمان يلاقي حل لحياته. بتروح له تانية وبتساله هل كان لوحده طول الوقت ده. بيتوتر شويه وبيقول لها ان هو كان مع اخته الكبيره مايا. بتقول له ان هو اكيد بيبقى في المقدمه وهي بتساعده بس، وبيبقى عايز يقول لها ان اخته هي اللي بتعمل كل حاجه وهو اللي بيتفرج عليها من بعيد اصلا. بتقول له ان هو ممكن ينضم لحزب فريد المشهور، وان كل اعضائه مميزين جدا ومعاهم فارس وساحره وراميه، وفريد هو المحارب. وبتقول له ان دي تكوينه الحزب المثالي. بيرد عليها وبيقول لها ان هم فريق مميز جدا فعلا، وبيسالها حصل لهم ايه بعد ما خرجوا في رحله هزيمه ملك الشياطين. فبتقول له بصوت واطي ان في عدو غامض هجم عليهم في الطريق وما قدروش يواجهوه فهربوا ورجعوا هنا تاني. بيتفاجئ ساهي وبيقول مين العدو اللي يقدر يهزم فرق قويه زيهم. بتقول له ان هو لازم يخلي باله كويس هو كمان، وبيخرج من النقابه وبيقول لنفسه ان هو لو فكر ينضم لفريق تاني اكيد مايا هتقف في طريقه ومش هتوافق. وفجاه بيلاقي مجموعه من الاشخاص واقفين قدام واحد سكران وعايزين يسرقوه. بيحدف اساهي عليهم حجر صغير وبيلفت انتباههم ليه، وبيقول للواد اللي بيضايقوه ان هو هيشغلهم لحد ما هو يهرب، وبيستعد ان هو يستخدم مهاره الهروب. لكن بيقوم الواد مره واحده وبيهجم عليهم وبيقضي عليهم كلهم بضربه واحده ومحدش منهم بيقدر عليه. بيتصدم اساهي وما بيبقاش فاهم حاجه، وبيوقع الواد الغريب على الارض وبيلحقه اساهي. بيلاقيه شبه البطل فريد وبيتصدم ان هو بيطلع هو فعلا. بيجيب له اساهي ميه وبيشكره فريد وبيقول له ان هو اتحسن جدا. بيقول له اساهي انت القائد فريد الملقب بالصائد التنانين مش كده؟ بيرد عليه وبيقول ان هم خرجوا في رحله لهزيمه ملك الشياطين لكن النتائج كانت كارثيه، والمضحك ان هم اتهزموا على ايد شيطان واحد بس، وان قوه الشيطان ده كانت مش طبيعيه، وان هم استخدموا كل الحيل والتعويذ ومفيش اي حاجه اثرت فيه. والغريب ان الشيطان ده ما كانش واخد القتال بجديه اصلا، وبسبب القتال ده فقد كل ثقته بنفسه وما بقاش يعمل اي حاجه غير الشرب. بيتجنن فجاه وبيفضل يتمرمخ في الارض، وبيقول ان هو لسه شاب عنده 28 سنه، ومره واحده لقى نفسه في مهمه لهزيمه ملك الشياطين، وانه دلوقتي خيب توقعات اهل البلد ويشوفوه شخص فاشل وهيلموه على اللي حصل. بيحاول اساء ان هو يهديه وبيقولوا ان هو كسب خبره كبيره من رحلته كمغامر، وكمان بقى عنده حلفاء واصحاب وذكريات كتيره يفتكرها، وان تانية قالت عليهم ان هم حزب مميز جدا. بيقطعوا فريد وبيقولوا ان الواقع مختلف تماما عن اللي في مخيلته، وانه كونه في حزب مش حاجه عظيمه يعني، وبيقولوا ان ميمو الساحره معاهم بس علشان تكسب فلوس وتصرفها على النوادي والخروجات، والالف شولين ما بتعملش اي حاجه غير انها تديله النصايح وتعدل على تصرفاته، والفارس جوردن ما بيتكلمش خالص لانه عنده مشاكل في التواصل وانه عمره ما شاف وشه قبل كده اصلا. بيفضل اساي ساكت وبيحس ان هو دمر كل تخيلاته، وبيقول له فريد ان هما بعد ما فشلوا في هزيمه ملك الشياطين حلوا الحزب كله وانه مرتاح اكتر بكتير وهو لوحده. بيقول له اساهي ان هو لازم يمشي دلوقتي ويسيبه، وبيقول لفريد ان هو فكره بنفسه وهو صغير وانه كان مفعم بالامل وكل اللي كان بيفكر فيه هو انه ينقذ الناس. بيرجع اساهي تاني النقابه علشان ينضم لاي حزب، وبتقابله تانية وبتقول له ان هو جاي في وقته وان في مهمه صعبه جدا وعايزين حد ينجزها، وهي انه يهزم جيش من وحوش الوولفرين اللي بيهاجموا مستوطنه بره البلد. وبتقول له ان كل المغامرين الاقوياء بره البلد دلوقتي وانه هزم وحوش الوولفرين قبل كده وهو انسب واحد للمهمه دي. بيوافق ان هو ياخدها وبيقول لها ان هو هيرجع البيت بس ويستعد للمهمه، وبيكون عايز يرجع علشان يبلغ مايا علشان تروح معاه، لكن بتقول انه مفيش وقت وان بالفعل في عربيه مستنياه وهتاخده لمكان الوحوش. بتركبوا العربيه بالعافيه وبتنطلق بيه بسرعه، وبعد كام دقيقه بيلاقي نفسه قدام تنانين الوولفرين ومش عارف يتصرف ازاي، وكمان العربيه اللي نقلته مشيت على طول بعد ما وصلته. لكن قبل ما بيهجموا الوحوش عليه بتظهر كاليميرا وبتنقذه، وبتقول ان هو على طول بيدبس نفسه في مصايب وهو مش قدها. بيشكرها انها انقذته تاني وبتضحك وبتقول ان هو ضعيف جدا واكيد لازم حد يكون موجود علشان ينقذه. بيقول ان هو مش ضعيف لكن هم الاقوياء زياده عن اللزوم، وبيسالها بتعمل ايه هنا. بتحدف له الشاره بتاعته وبتقول له انها كانت جايه ترجعها له. بيظهروا مجموعه تانيين من التنانين وقبل ما تقضي عليهم بتظهر مايا وبتخلص عليهم في غمضه عين. بتضحك كاليميرا وبتقول ان هي هدفها الحقيقي، وبتقول لها انها بتتحداها في قتال تاني، لكن بتتجاهلها مايا تماما وبتعدي من جنبها كانها مش موجوده، وبتروح تطمن على اخوها وبتاخده علشان يرجعوا البيت. بتتعصب كاليميرا جدا وبتقول لها استني يا بت تتي. بتقف
بتقف مايا وبتقول انها ما خدتش بالها ان البت ام قرنين دي هنا. بتتعصب اكتر وبتقول لها مين انت علشان تقولي عليا انا ام قرنين، وبتتحداها في قتال تاني وبتقول لها انها المره دي مستحيل تخسر قدامها. بترد عليها بكل برود وبتقول لها انها مش مضطره تقاتلها وانها مش عايزه تستنزف طاقتها على الحاجات اللي مالهاش لازمه دي. بتتضايق كاليميرا انها عماله تزعق فيها من الصبح ومش عامله لها اعتبار، ومره واحده بتخطف اساهي وبتقول لها انها تاخده كرهينه وبتتهايل عليه ان هو يسيرها لحد ما اخته توافق على القتال وبتقول له يعمل نفسه خايف ويطلب منها انها تنقذه. فجاه بتهجم عليها مايا وبتديها على دماغها وبتاخد اساهي وهو بيمشوا، لكن بتمسكها كاليميرا من رجلها وبتوقعها وبتقول لها انها مش هتسيبها غير لما تقاتلها دلوقتي. فجاه بيظهر تنين تاني وبيخطف اساهي وبيطير بيه. بتروح مايا وراه بسرعه وبتهجم على التنين بتعويذه الصاعقه وبتقتله. بيوقع اساهي وبتلحقه كاليميرا في اخر لحظه وبيشكرها انها انقذته للمره الرابعه. بتودعهم كاليميرا اخيرا وبتقول لهم انها ترجع لهم تاني. وبعد كام يوم بيروح اساهي النقابه، واول ما بتشوفه تانية بتقول انه اكيد جاي ياخد مهمه جديده علشان يعرف يدفع ايجار البيت. بيرد عليها وبيقول لها ان كلامها صح فعلا وبيكون متضايق جدا وبيتمنى ان هو يكون عنده بيت ملوى. بتقول انها عندها مهمه مثاليه ليه وانها طلب من عيله نبلاء ومكافاه امامها ان هو هيحصل على البيت اللي هو عايزه. بيتفاجئ اساهي وبيقول لها ان ده حلم من احلامه، فبتقول ان النبلاء ناس نزيهه والمكافآت بتاعتهم بتبقى كبيره لكن اكيد طلباتهم مش بسيطه. بيتحمس اساهي وبيقول ان هو ياخد المهمه مهما كانت. بيضحك تانية ضحكه غريبه وبيستغرب اساهي وبيبدا يقلق. بتقول ان المهمه هي انه يطرد الارواح الشريره والاشباح الموجوده في البيت المهجور، وبيتصدم اساهي وبيقول انت قصدك ارواح شريره واشباح بجد فعلا؟ بترد عليه وبتقول له هم بينهم وان بقدراته هيكون الموضوع سهل وكل اللي عليه انه يستخدم قوته الهائله ويخليها تستسلم. بيرجع اساهي البيت وبيقول لمايا على المهمه وبتقول انها ممكن تكون بتبالغ حبتين وان الاشباح مش موجودين اصلا لكنهم برضه في عالم تاني ولازم ان هم يتوقعوا اي حاجه. بيقول لها ان ممكن يكون شخص اتطرد من البلد ومستخبي هناك والناس فاكرينه شبح عادي يعني بتحصل كتير. فبتخرج له فجاه وبتخضه. بيفضل يزعلها وبيقول لها ان هو مش ناقص اصلا ومرعوب لوحده. بيروحوا الاثنين للبيت المهجور وبيقول لها مش كنا نيجي الصبح بعد ما الشمس تطلع؟ بترد عليه وبتقول ان الاشباح ما بيظهروش الصبح وان هم لازم يخلصوا المهمه دي علشان ياخدوا البيت بتاعه. بيرد عليها وبيقول لها ان في اشخاص كتيره برتب عاليه حاولوا ان هم يطردوا الارواح الشريره من المكان وفشلوا، وعلشان كده النقابه مش عارفه تعمل ايه تاني وعايزين يخلصوا المهمه دي باي طريقه. بتضحك مايا وبتقول انها فاكره انه كان بيلعب لعبه رعب وكانت عباره عن انه بيستكشف قصر مهجور وكان خايف يدخل الحمام لوحده بعدها. بيتعصب اساهي وبيقول لها ان الموضوع ده كان من وقت طويل وانه ما بقاش يخاف من الحاجات التافهه دي. بيمشي لوحده اول ما بيسمع صوت البرق بس بيتفزع وبيقعد على الارض وبيفضل مغمض عينه ومرعوب يا عين. بتقول له مايا ان ده مجرد برق والاشباح ما هجمتش عليهم ولا حاجه، وبيقوم اساهي على طول وبيعمل نفسه مش خايف. بتقول له مايا انها عارفاه بقالها 15 سنه واكيد عارفه انه بيخاف من الاشباح ومفيش داعي ان هو يعمل نفسه مش خايف قدامها. بيشكرها اساهي وبيكملوا طريقهم وبيفضل ماشي وراها وماسك في الشال بتاعه وبيفضل يقول يا رب الاشباح ما تظهرش. وفجاه بيلاقي حاجه بتنقض عليهم وبيترعب جدا. بتطلع قطه في الاخر وبيطمن من الخوف وبيخنق مايا بالشال وبتقول ان هو كده هيقتلها هي. بيكملوا طريقهم وبيوصلوا اخيرا للقصر المهجور وبيروح اساهي علشان يفتح الباب وفجاه بيحس ان في حاجه مسكت ايده. بيبعد على طول وبيقع على الارض وبيسمعوا صوت بيقول لهم يمشوا من هنا حالا لو خايفين على حياتهم. بتكون الروح الشريره دي استنزفت طاقه اساهي وبتقول انها بتمتص قوه حياه اي شخص بيدخل البيت ده. بتقول مايا حس كده بقى هروح لها انا. بيحذرها اساهي وبيقول لها انها هتستنزف قوتها هي كمان وهيخسروا قبل ما يدخلوا حتى. ما بتهتمش مايا بكلامه وبتروح علشان تفتح الباب وبتحاول الروح الشريره انها تمتص طاقتها السحريه، لكن المفاجاه انها ما بتقدرش على قوتها الهائله. بتقدر مايا انها تفتح الباب وبيدخلوا الاثنين وبتقول مايا ان هو محتاج يتنظف لكنه مفروش بالكامل. بيقول لها اساهي انت ما فيش حاجه ما بتخافيش منها خالص كده. بترد عليه وبتقول انها ما بتخافش من حاجه. بعدها بيفتكروا الروح الشريره وبتقول مايا انها اكيد ما هزمتهاش باللي عملته من شويه وانها اكيد مستخبيه في اي مكان في البيت. وفجاه الكرسي بيتحرك وبيهجم على اساهي وبتنقذه مايا في اخر لحظه وبيقول ان هو ما كانش متوقع ان يكون في روح شريره في المكان فعلا. بتهجم عليه الروح الشريره تاني وبتنقذه مايا في كل مره. بتتعصب وبتقول للروح الشريره توقف هجماتها الجبانه دي وتظهر لهم بنفسها وتقاتلهم وش لوش. بتضحك الروح الشريره وبتظهر نفسها وبتهجم عليهم بقوتها الشريره لكن بتصدها مايا بسهوله وبتتفاجئ الروح الشريره انها قدرت تواجهها. بتقول لها مايا تجهز نفسها وانها تعذبها بقوتها السحريه وتمحيها من الوجود خالص. بيلاقي اساهي وبيقول لها انها كده هتدمر المبنى كله وبيتخيل ايه اللي هيحصل لو دمرت البيت فعلا، واللي هيحصل ان هم يدبسوا في ديون ضخمه جدا ويضطروا ان هم يشتغلوا في الوظائف الحكوميه من 9 ل 3. بتقول الروح الشريره انها حاسه بقوه مايا الهائله وانها بتعادل قوه واحد من الجنرالات السته الملك الشياطين. بتقرر انها تستحوذ عليها وبتهجم عليها وبتحاول مايا تصدها علشان ما تستولاش عليها لكن بتفشل.
وفجأة بتضحك ضحكة شريرة وبتقول انها اكيد اكتسبت الجسد الاقوى في العالم. بيتصدم اساهي وبيقول ان ما ينفعش قوة مية تقع في ايد العدو، وده معناه ان العالم كله هيبقى في خطر كبير. بيستخدم مهارة الهروب لكن بتمنعه الروح الشريرة وبتثبته في المكان، وبيكون خايف جدا ومش عارف يتصرف ازاي. وبيقول يا حستي يا لهوتي. بتفضل مية تقرب عليه وبيقوم اساهي على طول وبيفضل يفكرها بنفسه وبيقول لها انها لازم ترجع لطبيعتها. فجأة بتدخل عليهم كاليميرا وبتقول لهم انها كانت بتدور عليهم بقالها كام يوم. بتستغرب من شكلهم وما بتبقاش فاهمة ايه اللي بيحصل، وبيقول اساهي نفسه ان اكيد هي اللي تساعدهم وبيروح لها وبيحكي لها اللي حصل. بتتفاجئ وبتقول لمايا انها ما كانتش متخيلة ان منافستها القوية تسمح للروح نكرة زي دي انها تستحوذ عليها. بتستعد انها تقضي على الروح الشريرة وتخرجها من جسم مايا، لكن بيوقفها اساهي في اخر لحظة وبيقول لها تعمل اللي هي عايزاه بس بره البيت، وبتقول له ما يلاش وانها تهزمها منافسة قوة وهتخليها تخسر كل ثقتها بنفسها، وساعتها هتقدر تجبرها انها تخرج من جسم مايا. بتروح لها وبتقول لها شكلك خايفة انك تخسري قصادي. بتغضب الروح الشريرة وبتستعد لمواجهتها وبيمسكوا ايد بعض وبتبدا منافسة القوة. بتظهر قوتهم الهائلة في المكان كله. بيكون اساهي خايف جدا على البيت وبتقول لها كاليميرا انها ما كانتش متخيلة انها تقدر تظهر القوة دي كلها رغم ان في روح شريرة متحكمة فيها. بتفضل تضحك وبتكون مستمتعة جدا بالمنافسة، وفجأة بيحصل انفجار كبير في البيت بسبب قوتهم الهائلة. وبعدها بيقوم اساهي وبيلاقي ان اللي انتصرت هي مايا وبتهجم عليه على طول وبتثبته على الارض. بيقول الروح الشريرة ان هو مش هيسمح لها انها تستحوذ على اخته العزيزة، وبتحس بيه مايا وبتجمع كل قوتها وبتقدر انها تتخلص من الروح الشريرة خالص. بيطلع عليهم النهار وبتقول مايا ان الروح الشريرة ما كانتش مستحوذة عليها اصلا وانها كانت طاق منها، وبتقول له ان هو كان السبب الاساسي انها ترجع لطبيعتها. بيشكرها اساهي وبيقول لها ان هم لازم يرجعوا النقابة ويدوا لهم تقرير بانهم نفذوا المهمة، وبيسيبوا كاليميرا مرمية على الارض. بتفوق وما بتبقاش قادرة تتحرك وبتفضل تنادي عليهم. وبعد كام يوم بياخدوا الاثنين البيت ليهم وبيكونوا مبسوطين جدا ومش مصدقين ان هم بقى عندهم البيت الخاص بيهم. بيروح اساهي النقابة تاني وبتديله كل المهام الخاصة بطرد الارواح الشريرة وبتقول ان مفيش غيره بيقدر ينفذهم. بيهرب اساهي من غير تردد وما بيبقاش عايز يرجع النقابة دي تاني ابدا، لكن مفيش حاجة تاني يقدر يجيب منها فلوس. بيرجع تاني النقابة وبتديله تانية مهمة مختلفة وهي انه يستكشف دايمس مهجور في الغابة، ولو طلع مش خطير هيفتحوه لباقي المغامرين. بيسألها اساهي ليه ما استكشفوش المكان ده لحد دلوقتي، فبترد عليه وبتقول ان بيتقال ان في كارثة طبيعية غامضة غيرت تضاريس المنطقة، او ان مقاتلين عندهم قوة غامضة قتلوا فيها. بيقول لها بكل ثقة تسيب له الموضوع ده وانه هينفذ المهمة في اسرع وقت. بيروح الغابة لوحده وبيقول ان حتى بمستواه ضعيف يقدر ان هو ينفذ مهمة سهلة زي دي. بيظهر وحش ضخم وراه وبيستعد ان هو يهجم عليه، لكن فجأة بتطلع مايا من وسط الشجر وبيتراقب الوحش منها وبيختفي على طول. ما بيحسش اساهي باللي حصل وبيقول انه ما ينفعش يفضل معتمد على قوة اخته طول الوقت. بيوصل لباب الدايمس وبيتحمس ان هو يستكشفه لوحده، لكن بتروح له مايا وبتقول انها اكيد مش هتسيبه يتولى مهمة زي دي لوحده. بيدخلوا الدايمس مع بعض وبيكون اساهي متضايق جدا. بتفضل مايا تخوفه بعظام الوحوش وبيتعصب جدا وبيقول لها ان كل دي حاجات ملعونة وما ينفعش تلمسهم، وبيقول لها تفضل ماشية وراه وتتعلم منه ازاي تتعامل مع الدايمس. وبيفضل حاطط ايده على الحيطة وهو ماشي وبيقول لها ان المغامرين بيعملوا كده علشان يتأكدوا ان هم يوصلوا لنهاية الدايمس، لكن بيكون في فخ على الحيطة وبيدوس عليه وبيتفعل، ومايا هي اللي بتنقذه في اخر لحظة. بيوقع على الارض وبيدوس على فخ تاني الواد الغبي ده، ومايا هي اللي بتقع فيه المرة وبتلحق نفسها في اخر لحظة وبتتشالف في الجو وبتطلع من الحفرة. بيكملوا طريقهم وبتقع مايا فجأة وبتقول ان في حد داخل عليهم. بيلاقوا مجموعة من الهياكل العظمية قدامهم وبتقول مايا ان هم اكيد بيحموا الدايمس وبتستعد انها تدمرهم بقوتها السحرية الهائلة، لكن بيوقفها اساهي في اخر لحظة وبيقول لها انها لو استخدمت سحرها الدايمس كله هيتدمر وهيدفنوا تحت الانقاض. وبيقرر ان هو يعتمد على قوته ويواجههم بنفسه. بيحدف الحجر على واحد منهم لكن بيمسكه بسهولة وبيحدفوا عليه التاني. بتاخد مايا الحجر وبتكسره بايدها وبتهجم عليهم مرة واحدة من غير ما تستخدم السحر وبتقضي عليهم كلهم في غمضة عين. بيتضايق اساهي ان كل مرة بينتهي بيه الحال ان هي اللي بتحميه، وبيوصلوا لاعمق نقطة في الدايمس لكن مفيش اي وحوش تانية بتواجهه، وحتى زعيم الدايمس ما بيبقاش موجود. فجأة بيلاقوا دببة صغيرين خارجين من المكان وبيبقوا حيوانات عادية من الوحوش، وبيقول اساهي ان هم لو فتحوا الدايمس للمغامرين فاكيد هيبيدوه. وبيقرر انه يقول للنقابة ان الدايمس حالته مستقرة وممكن ينهار في اي وقت وما ينفعش يفتحوه للمغامرين. وبيخرجوا من الدايمس وبيقول اساهي ان هو جعان جدا وعايز يروح البيت. بتقول له مايا بس كده استناني بس دقيقة واحدة وبتختفي في لحظة. بيقول اساهي انها على طول بتتصرف من دماغها، وفجأة بيلاقي نفسه محاصر بمجموعة من الوحوش الخطيرة. بيخاف جدا وبياخدها من الغابة لحد المدينة جري، وبيلاقي بنت لطيفة قدامه وبتطلب منه ان هو يوصف لها الطريق، لكن بيبعد على طول عنها وبيحس بالطاقة السحرية الهائلة اللي عندها. وبيقول ان مايا مش موجودة علشان تحميه ولازم هو اللي يحمي نفسه. بتضحك البنت ضحكة غريبة وبتقول انها متفاجئة ان هو
هو معرفهاش، وبيستغرب اساهي وبيركز في صوتها وشكلها وبيعرف انها كاليميرا وبيسأل عن قرونها. بترد عليه وبتقول انها استخدمت سحر الحجب علشان تخفيهم وتقدر تدخل المدينه. بيتفاجئ اساهي وبيقول لها انها مذهله جدا وانها كده صنعت شخصيه بديله في اللعبه، وبيسالها ايه الحاجه المهمه اللي خلتها تتنكر علشان تدخل المدينه. بترد عليه وبتقول انها عايزه تشوف البشر وهم بينفذوا مهامهم اليوميه بنفسها، وبتطلب منه ان هو ياخدها في جوله حول المدينه. بيفكر اساهي وبيقول لنفسه انها من كبار المسؤولين في جيش ملك الشياطين، ودي كده تعتبر خيانه للبلد. فبتقول له في الوقت ده انها بعد ما قابلته هو واخته بقى عندها فضول تعرف البشر عايشين ازاي. بيوافق وبيفضلوا يتمشوا في المدينه، وبيقول اساهي ان هو اصلا ما يعرفش اماكن كتيره هنا. بتكون كاليميرا مستمتعه جدا وبتقول ان المباني العاليه شكلها مذهل جدا وانها حاسه انها عايزه تدمرهم كلهم. بيطلعوا على برج عالي وبتنبهر بمنظر المدينه، وبتقول له هل فكرت قبل كده انك تتحول لشيطان؟ وبتقول له ان كونه شيطان امر جميل جدا وانه هيبقى عنده قوه كبيره وهيقدر يحمي نفسه من اي حاجه. بتعرض عليه ان هو يسيب مايا ويروح معاها، فبيرد عليها وبيقول لها ان هو مستحيل يسيب مايا وانها كل قلب، وبتقول ان البشر دول اغبياء جدا وبيفضلوا طول عمرهم ضعفاء. بعدها بيروحوا مطعم وبيتغدوا وبتاكل كاليميرا كميه كبيره جدا. بيقول اساهي نفسه ان الناس لو عارفين انها من جيش الشياطين فاكيد هيستدعوا كل المغامرين في النقابه علشان يقضوا عليها. وبعد ما بتخلص اكل بتقوم علشان تمشي، لكن بيوقفها الراجل وبيقول لها انها ما دفعتش فلوس الاكل. بتستغرب وبتقول له يعني ايه فلوس اصلا؟ بيلحقها اساهي وبيكتم بقها علشان ما تتكلمش، وبيقول للراجل ان هو اللي هيدفع، وبيدفع كل الفلوس اللي خدها مكافاه من النقابه مقابل مهمه الدايمس. بيكون متعصب جدا وبيقول لها انها في بلد البشر ولازم تعيش بقوانينهم. بيقابلوا فريد المغامر وبيتعرف على كاليميرا وبيسلم عليها، لكن فجاه بيحس بحاجه غريبه بيبعد عنها على طول، وبيقول لاساهي مين البت دي بالظبط. بيتوتر اساهي وبيقولوا انها مجرد صديقه عاديه. بيحس فريد ان هو داغ جدا وبيسيبهم وبيمشي، وبيروحوا هما الاثنين البيت. وقبل ما يدخلوا بتقول له كاليميرا ان هما يعملوا مقلب في مايا وتعمل نفسها حبيبته. بيوافق وبيدخلوا الاثنين وبتعرفها على نفسها وبتقول لها انها حبيبه اساهي واسمها ماريا، لكن قبل ما تكمل كلامها بتضربها مايا بالمكنسه على دماغها وبتقول لها ما عرفتكيش انا كده يا كاليميرا. بيتفاجئ اساهي انها عرفتها وبتقول له انها حتى لو غيرت شكلها فهالتها المخيفه لسه زي ما هي، وبتقول له انها حضرت له كل الاكل اللي بيحبه. بتتحمس كاليميرا وبتقول له يلا بينا ناكل. بتضربها مايا تاني وبتقول لها انها ملهاش اكل هنا، وبيطلب منها اساهي انها تسيبها تاكل معاهم وبتضطر انها توافق. بياكلوا هما الثلاثه وبيعجبها كاليميرا الاكل جدا وبتقول له انها تيجي تاكل عندهم كل يوم. بترفض مايا وبتقول لها انها مش عايزه تشوفها هنا تاني، وبترد عليها وبتقول لها ما تبقيش بنت بخيله، مش هتخسري حاجه يعني لو عملتي اكل ل3 اشخاص مش 2. بيرجع اساهي لتدريباته وبقى يقدر ان هو يقضي على الذئاب الصغيره، وبيواجه واحد فيهم وبيقدر يهزمه، لكن فجاه بيظهر وراه ذئب ضخم وبيتصدم اساهي وبيقول له حضرتك ابوه ولا ايه؟ وبيكون لسه هيهجم عليه الذئب، لكن بتتدخل مايا وبتنقذه وبتقضي على الذئب الضخم بضربه واحده بس. وبتقول ان هو اتطور كتير في القضاء على الذئاب لوحده. بيرد عليه وبيقول لها انها بتقول له الكلمتين دول بعد ما قضت على الذئب الاب بضربه واحده وانها كده بتتريق عليه. بيخرج بعدها من المدينه وبيكون عايز يهرب من مايا باي طريقه، وبيفضل واقف عند البوابه. بيظهروا قدامه فرقه من المغامرين وبيزعلوا واحد منهم وبيقول له ما تقفش تسد الطريق كده زي العيال الصغيره قد انت، وبيوسع لهم على طول وبيشتموا الباقيين وهم معديين. بيتضايق اساهي وبيقول اما انتوا فرقه خبيثه وقليله الادب وعيال ما تربتش. فجاه بيخبط في بنت غريبه وبتقع على الارض وبيساعدها اساهي انها تقوم وبيتاسف لها، وبيلاقيها بنت جميله جدا وشكلها كده من الصحراء. بتلاقي جرح صغير في كتفه وبتعالجه، وبيعرف انها من الصحراء المعالجين. بيشكرها وبيعرفها على نفسه، لكن بتطلع من الفرقه اللي شتموه من شويه. بينادوا عليها علشان يمشوا وبتودع اساهي وبتروح لهم، وبيستغرب ان البنت اللطيفه دي من فرقتهم. بيكمل طريقه وفجاه بيلاقي مايا ماشيه وراه زي العفاريت، وبيعرف اساهي ان هو مستحيل يخلص منها مهما حاول. بعدها بيروحوا النقابه وبتقول له تانية ان هو جاي في الوقت المناسب كالعاده، وان في مهمه لازم ينفذها. وبتقول له ان في دايمس في قاعده الجبل، وان في اشاعات بتقول ان الدايمس ده مدفون فيه ذهب وفضه، وعلشان كده كان عليه ضجه كبيره وكتير من المغامرين راحوا يستكشفوه، لكن الوحوش اللي فيه خطيره جدا وعلشان كده رجعوا تاني. وفي فريق واحد بس لسه مرجاش ومهمته هي انه يدخل الدايمس وينقذهم، والفريق ده اسمه فريق كتيبه الاسود الحالكه. بيتفاجئ ساهي وبيقول ان ده فريق البنت اللي عالجته الصبح. بنشوف البنت دي وبتكون هي الوحيده اللي فاضله من فريقها، وبتكون خايفه جدا وبتحاول انها تخرج من الدايمس، لكن فجاه بيظهر وراها وحش ضخم جدا وبيهجم عليها. بتفضل تصرخ وبتقول ان هو لو كلها طعمها مش هيكون حلو خالص وهيندم. بيلتهمها الوحش، لكن بيظهر ساهي في اخر لحظه وبيهجم على الوحش وبينقذها. بيظهروا مجموعه من الوحوش الضخمه وبتهجم عليهم مايا وبتخلص عليهم بضربه واحده. بتفقد البنت الوعي وبعد شويه من الوقت بتفوق وبتلاقي نفسها بره الدايمس، وباقي افراد فريقها مرميين على الارض وسط لعاب الوحوش. بتحاول تفتكر اللي حصل وبتفتكر ان اساهي هو اللي انقذها، وبتقول انها اخيرا لقت البطل اللي كانت بتدور عليه. بتكون عايزه تعرف مكانه علشان تشكره ان هو انقذها هي وفريقها، وبتدله عصايتها السحريه على مكانه. بنروح لاساهي ومايا وبيكونوا بياكلوا في المطعم
المطعم وبيفضل اساهي يفكر في اللي حصل، وفجأة بيلاقوا البنت المعالجة قدامهم وبتقول لاساهي اخيرا اتقابلنا تاني. بتعرفوا على نفسها وبتكون اسمها صوفي، وبتقول انها كانت بتدور عليه طول الوقت ده وان هو انقذهم وعلشان كده كانت لازم تشكره بنفسها. بيسكت اساهي وما بيبقاش عارف يجيبها لها ازاي ان مايا هي اللي دمرت كل الوحوش وانقذتهم. بتقول له صوفي انها عايزه تبقى من حلفائه وان امها زمان قالت لها انها لازم تلاقي البطل اللي هينقذ العالم وتساعده، واكيد هو البطل اللي كانت بتدور عليه. بيقول اساهي لنفسه انها بنت جميله جدا ومش هيقدر يرفضها، ده غير انها هتساعده كتير في رحلته، وبيقول لها ان هو ما عندوش مانع لكنه لازم يسال بقيه اعضاء فريقه الاول. بترد عليه وبتقول له قصدك على البنت اللي قاعده هناك دي؟ يقول لها ايوه وانها اخته الكبيره. بتروح لها على طول وبتتعرف عليها، وبيكون اساهي خايف انها تكلمها وحش او تهاجمها، لكن المفاجاه انها بتعاملها كويس وبتشكرها انها بتقول على اخوها الصغير بطل. بيدخلوا باقي اعضاء الفريق وبيكونوا متعصبين جدا من صوفي وبيقولوا لها ان هي السبب في اللي حصل لهم وانها خلت سمعتهم في الارض وكمان سابتهم وهربت من قبل ما تعالجهم. وبيقول لها القائد ان هم سمحوا لها تنضم ليهم بس علشان دي كانت اول بعثه ليها. بتتضايق صوفي جدا وفجاه بتزعق لهم وبتقول لهم اخرسوا يا فريق فاشل، وبتفضل تهزق فيهم وبتقول القائد ان هو غبي وبيعمل حركات متهوره وما بيقول لهمش على خطه محدده يمشوا عليها. وبتقول للساحره انها ضعيفه وبتقول التعويذه الواحده في سنه كامله، وبتقول للص ان هو عيل مضحك وما بيعرفش حتى يفك فخ الصح، وبتقول انها انضمت للفريق الغلط لكنها هتصلح غلطتها وهتنسحب من الفريق الفاشل ده. وفعليا بتهزق وبتبعتر بكرامتهم الارض وبتمسك في اساهي وبتغزهم بيه وبتقول لهم انها معها البطل اللي هينقذ العالم وانها ما بقتش محتاجه ليهم يا شويه عرق. بيتصدموا كلهم حتى اساهي وبيقول لنفسه ان هو كان فاكرها بنت بريئه وبتخاف من خيالها. بيتعصبوا الثلاثه وبيقولوا ان هم لازم يعلموها الادب. بيتوتر اساهي وبيقول لهم طب ما نحلها ودي يا رجاله. بيقول له القائد اخرس ياض انت وما تتدخلش. بتزق صوفي وبتقول له يلا يا بطل بقى وريهم قوتك وادي عليهم كله. وبيتوتر اساهي وبيقول ان هو لو دخل في قتال دلوقتي هيكتشفوا ان هو مش قوي زي ما كانوا فاكرين. بتنقذ مايا الموقف وبترمي الفلفل الاسود في الارض وكلهم بيغمضوا عينهم وبيفضلوا يعطسوا، وبتستغل الفرصه وبتهجم عليهم وبتهزمهم هم الثلاثه في لحظه. بتفتح صوفي عينها وبتقول لاساهي ان هو بطل حقيقي فعلا لكن ما بتلاقيهوش قدامها ولا هو ولا اخته. بيخرجوا الاثنين بره المطعم وبيستخبوا وبيشكر مايا وبيقول لها انها انقذته وبيقول ان هو اتخدع في البنت اللي اسمها صوفي دي وانها طلعت من المشاغبين ولازم يحذروا منها كويس والا هتعمل لهم مشاكل كتيره. بيجي تاني يوم وبيروح اساهي النقابه وبتكون تانية متعصبه جدا وبتقول ان فرقه كتيبه الاسود الحالكه دول اغبياء جدا وان هم لما رجعوا النقابه قالوا ان هم ما طلبوش من حد يبعت لهم مساعده، وبتقول انها المره الجايه هتسيبهم يموتوا احسن. بيهديها اساهي وبيقول لها تشوف له مهمه سهله المره دي، وبتقول ان مجموعه الاغبياء دول واثقين من قوتهم اكتر منه. بيرد عليها وبيقول لها ان هو متواضع وبيحب يكسب الخبره بالمهام البسيطه. قال بتديله مهمه جمع عسل النحل القاتل وبيقول لنفسه ان هو مش هيقدر يجمع الكميه دي لوحده وانه محتاج مايا معاه، وبتقول ان عسل النحل القاتل بيبقى مسموم وانه يحتاج معالج معاه. فجاه بتظهر صوفي وبتقول له تسيب المهمه دي عليا بقى، وبتقول لاساهي انها كانت بتدور عليه واخيرا لقيته وبتطلب منه تاني انها تنضم لفريقه. بيقول لنفسه ان هو لازم يرفضها بس بشياكه المره دي، لكن بتقول تاني انها وافقت على المهمه خلاص وان هم هيروحوا مع بعض. بيروحوا الغابه وبيقاتل اساهي النحل وبتعالجوا صوفي كل ما بيتصاب. بيجمع كميه كويسه من العسل وبيكون اساهي مبسوط وبيحس ان هو الشخصيه الرئيسيه في المهمه عكس ما كان بيحس مع اخته مايا. بتقول له صوفي انها شايفه ان هو بيتساهل في قتاله مع النحل وانه اكيد اقوى من كده وانه هزم الوحوش اللي في الدايمس وافراد فريقها في غمضه عين. بيفضل اساهي ساكت وبيحاول ان هو يهرب منها وبتفضل صوفي وراه وبيقول لها ان هو لو قاتل النحل بجديه فممكن ينقرض وانه مش عامل زي المغامرين المبتدئين اللي بيقاتلوا الوحوش علشان يتشهر. فبتستغرب البت جدا وبتقول ان هو شخص مذل وانها بتحترمه جدا. بيحس انها شخص لطيف جدا وان هو غلط في الحكم عليها. بتظهر نحله كمان وبيحدفها بالحجر وبياخد العسل وبيقول ان دي عاشر واحده وان هم اخيرا وصلوا لنص الكميه. بتسيبه صوفي وبتقول انها ترجع له تاني وبيقعد يستناها وبعد شويه بترجع له جري وبتكون خايفه جدا ومرعوبه. بيستغرب اساهي وبيقوم على طول وبيلاقي وراها نحله ضخمه جدا ربنا ما يويك. بيطلع يجري هو كمان وبيقول لها انت عملت ايه الله يخرب بيتك. بترد عليه وبتقول انها فكرت انها لو صحت ملكه النحل فكل النحل القاتل هيتجمع ودي هتكون فرصه ان هو يقضي عليهم في وقت واحد. وتستغرب ان هو بيجري هو كمان. فجاه بتقع على الارض وبتقرب النحله الملكه منها وبيكون اساهي خايف جدا ومش عارف يا ترى تتصرف ازاي من غير مايا. بيستعد ان هو يواجهها لكن فجاه بتتحدف عليها شجره ضخمه وما بيبقاش عارف جت منين. بتكون صوفي فاكره ان هو اللي عمل كده وبتقول ان هو ذكي جدا ان هو قضى عليها بسحر الارض. بياخدها اساهي على قد عقلها وبيجمعوا بقيه النحل وبينفذوا مهمته. بتقول ان هو اكيد تعبان وهتسبقه هي للنقابه وهتسلم العسل علشان هو يرجع براحته. وبعد ما بتمشي بيظهروا قدامه مايا وكاليميرا وبيكونوا الاثنين متبهدلين على الاخر وبيقولوا له ان هم كانوا بيقاتلوا بعض ودمروا نص الغابه. بتكون مايا هي اللي حدفت الشجره الضخمه على كاليميرا لكنها تفادتها ووصلت له. شوف يا جدع الصدف بتتم ازاي. بعد كام يوم بيهجموا وحوش من جيش ملك الشياطين
على بلد صغيره في شمال المملكه. وبتقول تانية الاساهي ان مفيش غيره يقدر يتولى مهمه زي دي. بيهربوا اهالي القريه وبيفضل المغامرين وبيحاولوا ان هم يقضوا على الشياطين. بتوجم ميه على القائد بتاعهم واللي هو اقوى واحد فيهم، وكل الشياطين بيخافوا منه وبتهزمه بتعويذه واحده بس. بيتصدموا باقي الشياطين وبيخافوا منها جدا وبيهربوا كلهم وبيقولوا عليها وحش شرير. بيروح لها اساهي وبيضحك وبيقول لها ان وحوش الشياطين نفسهم بيقولوا عليها وحش شرير. فجاه بيظهر قدامهم وحش ضخم تاني وبيكون اسمه بروندوس، وبيقول لهم ان هو شغال مع الجنرالات الستة الملك الشياطين. وبيطلع اخو القائد اللي قتلته مايا وبيقول لها ان هو جاي ينتقم لاخوه. بتقول مايا الاساهي يستخبى لحد ما تقضي على الحيوان ده، لكن بيقف قدامها وبيقول الوحش ان هو اللي هيقتله وهيدافع عن اخته الكبيره. بيضحك بروندوس وبيقولوا ان هو جريء جدا لكنه مش قادر يعمل له حاجه، وان واقف بيترعش اصلا. بيهدفوا اساهي بالحجر لكن ما بتعديش نص الطريق حتى، وبيموت الوحش من الضحك عليه. بيتفاجئ اساهي وبيفضل يعيط وبتتعصب مايا جدا، وبيكون الوحش هيهجم عليه لكن بتصده مايا وبتقول انها مش هتسمح له ان هو يستهزأ باخوها الصغير. وبتحدفه في الجو وبتهجم عليه بتعويذه اللهب وبتفجره وما بيتبقاش منه حته سليمه يا عيني. بيجي تاني يوم وبيروح اساهي النقابه لكن ما بيلاقيش تانية وبيسأل عليها، وبيقولوا له زميلها انها خدت اجازه علشان عندها ميعاد غرامي النهارده. بيتفاجئ اساهي وبيتضايق شويه انها طلعت عندها حبيب، وبيكون مستغرب ان الموضوع اثر فيه، وبيقرر ان هو يفضل يتمشى في الشارع ويدور على فريد ويقعد معاه شويه ويدردشوا يعني. فجاه بيلاقي تانية قدامه ومعاها اخوها الصغير. بيستغرب جدا وبيقول لها ان هو كان فاكرها انها عندها موعد غرام. بترد وبتقول ان اكيد زمايلها اللي قالوا له كده وان هم بيضحكوا عليه. بيكون اخوها خايف منه جدا وبيحاول اساسا ان هو يتعرف عليه ويتكلم معاه لكن ما بيردش عليه. بتقول له تانية ان هو بيخاف من الناس الغريبه لكنه بيحب المغامرين جدا وبيحب يسمع قصصهم. بيقول له اساسا ان هو اكيد سمع عنه لانه مغامر مشهور وبيعرفه على نفسه. وبيتفاجئ روي وبيقول له انت البطل اساسا اللي الناس بيتكلموا عنه فعلا، وبيتحمس جدا وبيقول ان اخته حكت له كتير عنه وقد ايه هو شخص مذهل وكمان هزم واحد من الجنرالات الستة الملك الشياطين. بيحاول اساسا ان هو يغير الموضوع وبيسأل تانية هي ليه قريبه من مكان شغلها رغم انها خدت اجازه. بترد عليه وبتقول انها في الواقع عندها مهمه تانية وانها لازم تروح البلد اللي جنبهم وعلشان كده خدت اخوها معاها كمرافق. بيقول لها روي تاخد اساهي معه وبتوافق على طول وبتقول ان دي فكره ممتازه وانها لو خدت اساهي هيبقى كانها معاها 100 مرافق. بيتصدم اساهي وبيقول لنفسه ان هم لو قابلوا وحوش في الطريق مش هيقدر يواجههم، وهتعرف ان هو مش بطل حقيقي وانه ضعيف جدا، وهتعرف كمان ان هو زي في رتبته وساعتها مش هتسامحه وهتسلمه للبوليس. لكن ما بيبقاش عنده اي حاجه يقولها وبيضطر ان هو يوافق وبيروح معاهم وبتشكره تانية ان هو وافق يروح معاها ويساعدها في مهمتها. وبيقول لها انها على طول بتساعده وجه الوقت ان هو يرد لها جزء من مساعدتها وان هو كمان ما كانش ينفع يرفض لروي اخوها اول طلب يطلبه منه. وفجاه بيظهر تنين الوولفرين الضخم وبيهجم على العربيه بتاعته وبيخرجهم اساهي من العربيه في اخر لحظه. بيسيبهم السواق والحصان كمان وبينفدوا بجلدهم. وبتقول تانية لاخوها ما يخافش وان اساهي قوي جدا وهيقدر يهزمه بسهوله. بيجمع اساهي شجاعته وبيقول ان هو لازم يعتمد على نفسه المره. بيحدفوا اساهي بالحجر وبياكلوا التنين وفجاه بينفجر وبيقع على الارض. بيستغرب اساهي وما بقاش فاهم ايه اللي حصل وهل هو هزم التنين ولا حد تاني. بتقول له تانية ان هو ابهرهم بقوته وانها كانت متاكده ان هو يقدر ينقذه. فبيقول لهم روي ان العربيه اتكسرت والراجل والحصان هربوا فهيرجعوا ازاي. بيرد عليه اساهي وبيقول ان هم يضطروا يرجعوا البلد مشي. وبعد كام يوم بيكون اساهي راجع من مهمه مع مايا وكاليميرا وبيكون مرهق جدا وبيقول ان هم الاثنين لو ما كانوش معاه كان زمانه طحن. وبتقول مايا ان سحرها هو اللي حمى اساهي من الهجوم. بترد عليها كاليميرا وبتقول ان هي اللي سددت الضربه القاضيه وانهت المهمه. بتتعصب مايا وبتقول لها انها ما عملتش اي حاجه غير انها اتدخلت في الاخر علشان تاخد المجد كله لنفسها. بيشوف اساهي قائمه احصائياته وبيكون وصل اخيرا للمستوى العشري وكمان بيكتشف مهاره جديده وهي سحر الضوء. وفجاه بيلاقوا طور ضخم بيجري ناحيتهم وكل السكان بيخافوا منه وبيجروا بعيد. بيستعدوا الاثنين لمواجهته لكن بيوافوا مساه وبيقول لهم يسيبوا له هو المهمه دي وان دي فرصته المثاليه انه يختبر مهارته الجديده. بيبدا انه يستخدم سحر الضوء ودي اول مره يستخدم فيها السحر وبيظهر ضوء شديد جدا لكن في النهايه بيطلع مجرد ضوء وما بيعملش اي حاجه. وبيضطروا الاثنين ان هم يتدخلوا في الاخر ويقضوا على الطور المتوحش. بيكون اساي حزين جدا ومش قادر يتخطى الكثفه اللي حط نفسه فيها. بعدها بيروحوا مكان مهمتهم الاساسيه وبيكون عباره عن قصر كبير وبيقول لهم ده مخبأ عشيره مجرمين والمهمه عباره عن ان هم يهزموهم ويخرجوهم من المكان. فجاه بيخرج لهم 2 من العشيره وبيكونوا شكلهم مرعب وبيقولوا لاساي يمشي من هنا احسن له بدل ما يضربوه ويطردوه بالعافيه. بيفضل اساي ساكت وبيكون خايف جدا منهم وبيدخلوا مايا وكاليميرا وبيضربوهم هما الاثنين في نفس الوقت. وبيدخلوا البيت وبيوقفوا مساه وبيقول لهم يفتكروا هدفهم الاساسي من المهمه. بتكون تانية قالت له ان العشائر دي بتستخدم نظام المغامر بطريقه غلط زي ان هم يزوروا شارات الرطب وبيبيعوها ومهمته هي انه يقضي على عشيره منهم وهي عشيره الازمه الظلاميه.
تانية اسمهم جامد اوي. بنرجع للواقع وبيكونوا الاتنين قضوا على العشيرة وهو بيفتكر كلام تانية بس. بتقول له مايا ان الموضوع بسيط وان هم شوية بلطجية تافهين. بيخرج لهم زعيم العشيرة وبيقول لهم انتوا مين ومين اللي بعتكم، وبيعرف اساهي اول ما بيشوفه وبيقول له انت الواد اللي وصل لفئة الغول في شهر واحد مش كده ياض انت، وبيقول له ان هو كمان من فئة الغول ومعروف بلقب ضربة البر، يعني مش هيقدر يهزمه بسهولة. بيرد عليه اساهي وبيقول ان هو طالما عنده قدرات زي دي فليه ما بيستخدمهاش في مساعدة الناس بدل الجرايم اللي بيعملها في الخفا. بيقولوا ان النقابة بتستحوذ على كل الارباح وانه مجرد كلب بينفذ الاوامر بالنسبة له. بيستعدوا الثلاثة للمعركة اللي هتحصل، لكن فجأة بيسمع اساهي صوت بنت وبيقول انا عارف الصوت ده كويس، ده الصوت اللي دايما بيجيب معاه المشاكل. بتطلع صوفي وبتقول انها جاهزة للمساعدة وان تانية اللي قالت لها على مكانه، وبتكون جايبه له كمان اهالي البلد معاها، وبتقول ان الناس كتير عايزين يشوفوا البطل وهو بيقاتل. دي جايه بمشكله من العيار التقيل المره دي. بيتصدم اساهي وبيقول ان هو ما ينفعش يخلي مايا وكاليميرا يقاتلوا والناس دي كلها موجوده، وده معناه ان هو اللي لازم يقاتله بنفسه. بينزل عليه لومري بالسيف السحر القوي ولكن بيتفاداه اساهي في اخر لحظه وبيقول هي دي بقى القوه الحقيقيه لفئه الغول. بتساعده مايا في السر وبتستخدم قوتها السحريه وبتكسر سيفه. بيستغل اساهي الفرصه وبيهجم عليه بالسيف وبيقدر ان هو يوقعه، وبينبهروا كل الناس بقوته وبيقولوا ان هو البطل اللي هينقذ العالم من قوه الشر. بيطمن اساهي انها عدت على خير وبيشكر مايا من غير ما حد ياخد باله كده. وبنروح لفرقه تانية من المغامرين وبيكونوا في مهمه للقضاء على عشيره تانية وهي عشيره اوفردوز. بتكون بنت واحده اللي بتواجههم ولابسه لبس الخدم وبتقدر انها تخلص عليهم بضربه واحده، لكن فجاه بيظهر قدامها رجل عملاق وبيكون هو زعيم العشيره بينوبسكي وبيكون معاه سلاح ضخم وبينزل عليه بيه، لكن بتظهر بنت تانية في اخر لحظه وبتصده بسيفها الضخم وبتكون اسمها جلوريا وهي قائده الفريق. بتهجم على الرجل العملاق وبتهزمه بسهوله، وبيتفاجئوا باقي اعضاء العصابه وبيخافوا منها جدا وبيهربوا. وتشكرها البنت انها انقذتها وبتقول لها جلوريا ان من واجب السيد ان هو يحمي الخدم بتوعه. بتسالها مين اللي خد مهمه اباده العشيره التانية، فبترد عليها وبتقول لها ان هو عيل صغير واسمه اساهي. بتتفاجئ وبتقول ده الواد اللي سبقها في سلم الرتب في اقل من شهر، وبتقول انها لازم تعرف ايه سر قوته وانها تقدر تعمل كده لو سيفها لمس سيفه بس. بعدها بينفذ اساهي مهمه تانية او بمعنى اصح مايا هي اللي بزها، وبتكون عباره عن انه يحرر قريه صغيره من وحوش العفاريت الاشرار، وبيشكروا اهالي القريه وبيعملوا له وليمه كبيره. لكن فجاه بيظهروا مجموعه تانية من الوحوش وبيطلب منه شيخ القريه ان هو ينقذهم تاني. بيتصدم اساهي وبتكون مايا سابته يحتفل لوحده معاهم. بيخرج اساهي وبيلاقي قدامه وحش الاورك الضخم وحواليه وحوش كتيره بيطيروا في الجو. بيهجم عليه الاورك الضخم وبيحدفه بايده وما بيقدرش اساهي يصده، وبيهجموا الوحوش اللي بيطيروا دول على السكان وبيفضل اساهي مكانه وما بيقدرش يتحرك. فجاه بتظهر البنت الخادمه وبتقتل الوحوش قبل ما يهجموا على السكان، وبتقضي على كل الوحوش والعفاريت اللي في المكان مره واحده. وفجاه بتظهر جلوريا وبتكون دي الفرصه المثاليه انها تتاكد من قدرات اساهي الحقيقيه. بتقف قدام الاورك الضخم وبتقول لهم انها تهزمهم كلهم عشانه. بيستغرب اساهي وما بيبقاش فاهم مين الاثنين دول. بيهجم عليها الاورك لكن فجاه بتختفي من قدامه وبتطير في الجو وبتنزل عليه كل قوتها وبتقسمه نصين. بينبهر اساهي قوتها الهائله وانها هزمت الاورك الضخمه بضربه واحده بس، وبتقول لاساهي انها سمع شعائر عنه لكن من الواضح ان كلها طلعت كذب، وبتقول له انت زورت رتبتك مش كده. بيتوتر اساهي جدا وما بيكونش عارف يهرب منها ازاي، وبتقف قدامها بنت صغيره من القريه وبتحدف عليها الحجر وبتقول لها ان اساهي بطل حي وهو اللي انقذ قريتهم من الوحوش. بتقول له جلوريا ان هو كمان خدع الاطفال وده بيخليه شخص شرير اكتر، وبتتحداه في قتاله وبتقول له انها تثبت للناس كلها ان هو ضعيف ومخادع. يوم اساهي بيستعد ان هو يقاتلها لكن فجاه بتحس الخادمه بحاجه غريبه وبتبعد جلوريا عن اساهي على طول، وفعلا بيحصل انفجار. بيكونوا فاكرين ان اساهي هو السبب في الانفجار، وبتقول جلوريا معقول كان بيخفي قوته الحقيقيه. بيكون اساهي نفسه مرعوب وما بيبقاش عارف الانفجار ده جه منين. بتفضل جلوريا مصممه انها تقتله وتظهر حياته قدام الناس كلها، وبتكون مايا بتراقب الوضع من بعيد وهي السبب في الانفجار اللي حصل. بيجي يوم المعركه وبيكونوا تانية والكل سمعوا عن المعركه دي وبيتحمسوا جدا ان هم يشوفوا اساهي وهو بيقاتل جلوريا، وبيكونوا متاكدين ان هو اللي هينتصر عليها. بيكون اساهي قاعد محتاس وبيقول انا هعمل ايه في الكارثه دي، ولو قتلتها تعمل فيا زي الاورك الضخم وهتقسمني نصين. بتهديه مايا وبتقول له انها تكون معاه وتدعمه من بعيد زي ما بتعمل دايما، وبيرد عليها وبيقول لها ان هيكون في نسيره وانه مش عايز يفضل معتمد عليه. بتقول له ان هو لازم يبقى واثق من نفسه وانه كمان بقى اقوى من الاول بكتير. بيجي وقت المعركه وبتقول جلوريا انها دلوقتي تكشف حقيقه الناس، وبيكونوا مايا وكاليميرا بيراقبوا من بعيد، وبتكون كاليميرا متوتره جدا. بتقول لها مايا ما تقلقش وان لو الامور ساءت على الاخر هتساعد، لكن فجاه بتظهر خادمه جلوريا وراهم وبتتفاجئ مايا وبتقول انها طلعت ذكيه جدا. بتبدا المعركه وتهجم عليه جلوريا بالسيف وما بتدلوش فرصه يهاجمها وبيتفادى كل هجماتها باعجوبه. بتستعد كاليميرا انها تساعد وبتتفاجئ الخادمه من قوتها الهائله وبتوقفها مايا وبتقول لها ما تقلقش علي وانها عارفه اخوها وانه يقدر ينقذ نفسه. يفضل اساهي يتفادى هجماتها وبتعصب جلوريا انه مش بيهاجمها
بيستخدمها هو كمان وبتحس انه بيستهزأ بيها. بيفكر اساي في طريقه يهزمها بيها وبيقرر انه يستخدم سحر الضوء. بيظهر نفس الضوء الشديد وبتغمض عينها وبيقع السيف منها وبيوجه اساي سيفه ناحيته وبيقول لها ان المعركه انتهت خلاص وهو اللي انتصر. بتتعصب جلوريا جدا وبتقول ان هو هزمها من غير ما يلوح بسيفه. حتى بيرد عليها وبيقول لها ان هو اكيد مش هيرفع سيفه وش بنت. بتتفاجئ جلوريا من رده وبتحس انها وقعت حب وخلاص. وبتقول ان هم اكيد هيتقابلوا تاني والمره الجايه لازم يهزموا وتمشي على. وبعد كام يوم بيخرجوا اساهي ومايا في مهمه تانيه وهي ان هم يدوروا على الازهار الذهبيه في اعماق سهل طويله. وهم ماشيين بيسمع صوت صوفي بينادي عليه وبيتسمر في مكان. بتروح له وبتقول له انها عرفت من تانيه ان هو خد مهمه جامعه جديده وبتطلب منه ياخدها معاها. بيتضايق جدا وبيقول لنفسه وانا اللي كنت فاكر انها تبقى مهمه سهله وهتعدي بسرعه. بتقول له مايا ان مهام البحث كل ما كان العدد اكبر كل ما يكون احسن. وبيدخلوا الغابه وبيفضلوا ماشيين وفجاه بيلاقوا طريقين وما بيبقوش عارفين انهي طريق فيهم اللي هيوصلهم للسهل. بتقترح صوفي ان هم يتفرقوا وبتقول انها تروح مع اساي وبيكون اساي خايف لحسن يطلع عليهم وحش وما يقدرش يواجه وبيقول ان هو يروح لوحده وبيطلب من مايا انها تروح معاهم. هي بتوافق مايا على طول وياخدها وبيمشوا من طريق منه وبتقول لها انها تستغل الفرصه الى كل قصص اساي القديم. بياخد اساي الطريق ثاني وبيكون مبسوط ان هو هيبقى لوحده وفجاه بيطلع عليه عفريت يقول اساي ان هو طالما واحد بس يبقى يقدر يهزمه لكن بيطلع عليه العفريت الثاني وفجاه بتظهر قوه هائله من الناحيه الثانيه وبتهدي على العفاريت. بيوقع اساي على الارض وبيستغرب جدا من اللي حصل وبيلاقي كاريميرا متشعلقه على الشجره وبتكون هي اللي انقذته بسحرها. وبيقول لنفسه معقوله تكون مايا وافق على طول ان انا ابقى لوحدي علشان حست بقوه كاريميرا. بتسمعه وبتقول البت دي اكيد مش من البشر مفيش حد بيقدر يعمل كل اللي هي وبتقول له ان اول مره قابلته فيها كانت في غابه زي دي وانقذت حياته وان القتال كان السبب اللي كانت عايشه علشانه طول حياتها لكن بعد ما قابلتهم هي الاثنين وحياتها كلها اتغيرت. فجاه بيسمعوا اصوات غريبه وناس بتطلب المساعده وبيروح اساهي ناحيه الصوت على طول من غير ما يتردد وبيتصدم من اللي بيشوف. بيلاقي قريه صغيره جدا والناس اللي فيها مرميين على الارض وشكلهم مخيف وكأن في حد معذبهم قبل ما يموت. وفجاه بيشوف كائن غريب شبه الناموس يقف قدامه وبيقول له انت اللي عملت كده في اهل القريه. فبيرد عليه وبيقول له شكلا المغامرين وبيسلط عليه اتباعه علشان يقضوا عليه وبيكونوا كلهم عباره عن هياكل عظميه. بيواجهه مساهي لوحده وبيقضي على معظمهم وبيقول له كان الغريب ان مهارته مش بطاله وانه هيضم روحه لمجموعته وبيهجم عليه وبيعذبه زي ما عمل مع اهل القريه. لكن بتظهر كاليميرا في اخر لحظه وبينقذه. بيتصدم الكائن الغريب اول ما بيشوفها وبيعرفها على وبيكون خايف منها وبيقول لها ما تقتلوش وانه بيخدم بوز واحد من الجنرالات السته الملك الشياطين وانه ساحر مشهور ومعروف باسم ماكالا فينس. وبيقول لها انه ما كانش متخيل ان هو يقابلها هنا وان هم ممكن يتعاونوا مع بعض ويقضوا على كل البشر اللي في المملكه. بيتعصب اساه وبيقول له يخرس خالص وان كاليميرا مستحيل تعمل كده وانها شخصيه طيبه وانقذته اكتر من مره. ما بيصدقوش مالفي وبيروح لكاليميرا وبيقول لها تتخلص من الجاهل ده بسرعه علشان يكملوا طريقهم ويقولوا على العاصمه. بترد عليه كاليميرا وبتقول له ان هو اللي جاهل وما ينفعش يتكلم وتهجم عليه بتعويذه اللهب المرعبه وتقضي عليه في غمضه عين. بيختفي من الوجود وكمان اهالي القريه شكلهم بيرجع لطبيعته. وبتقول كاليميرا ان هم يفوقوا بعد شويه من الوقت. بعدها بيرجعوا الاثنين وبيقابلوا مايا وصوف علشان يكملوا رحله وبيكونوا حصلوا على الورده الذهبيه الاسطوريه. وهنا يا صديقي بينتهي الجزء الاول من الانمي بتاعنا. لو عجبك ما تنساش انك تعمل لايك وسبسكرايب وخليك منتظر الجزء الثاني لانه مليان احداث مشوقه للغايه. اشوفكم في فيديو جديد يا حبايب قلبي وما تنسوش انكم تعملوا اللايك والسبسكرايب والسلام.